التنظيف عندك غالي ليه يا دكتور؟ ده حتى ما بيكلفش خامات. ده فلان بيعمله ب 150 جنيه. ليه غالي كده؟ لا، ما هو انا مش ملزم اعمل لك تنظيف جير ومعاه فيروس سي هديه. هو مش باكج على بعضه اني اعمل لك تنظيف واديكي معاه الفيروس كمان اعديكي بفيروس. لا يا فندم، مين اللي قال لك انه ملوش خامات؟ لو احنا هنحسبها صح وبنشتغل بما يرضي الله، اول حاجه الكرسي اللي حضرتك بتقعدي عليه ده بيتعقم بمواد معينه دي بفلوس. الكرسي بيتحط عليه حاجه اسمها اوفر هيد عشان مثلا تتغير من مريض لمريض دي بفلوس. الكرسي بيتحط عليه حاجه اسمها رابنج، البلاستيك الازرق اللي بيتلزق على كل حاجه عشان ايدي لو فيها دم ومسكته ما تنقلش العدوى من مريض لمريض وتتغير من مريض ومريض دي بفلوس. الكهرباء الكرسي دي حضرتك بفلوس. الكوبايه البلاستيك اللي حضرتك بتمضمضي بيها دي بفلوس. الباوتش النابكن الفوطه اللي بتتحط دي معقمه بتتغير من كل مريض دي بفلوس. لو حطينا الباوتشز اللي هي الاكياس بتاعت التعقيم اللي بتتحط فيها الادوات اللي بتتعقم دي بفلوس. والاكياس دي بتتلحم بجهاز لحام بيستحب من الكهرباء ده بفلوس. بيخشوا جهاز تعقيم، جهاز التعقيم ده بيستخدم ميه مقطره بجهاز تاني بيقطر الميه بيسحب من الكهرباء ده بفلوس. الكونترات اللي بشتغل بيها تلميع دي بفلوس. فرشه التلميع حضرتك بفلوس. الزيت اللي بزيت بيه الكونتر عشان جيت روس ما تصديش في بعضها دي بفلوس. انا عايز لو قعدت اشرح لك من النهارده لبكره مش هخلص من الفلوس الموجود ده، غير مجهودي انا وغير كافيه ظهري، ده غير الجلافزات الجوانتيات الماسكات الاوفر هيد الجاون لحمايتك وحمايتي عشان احافظ عليكي كتعقيم وكمكافحه عدوى انفكشن كنترول ما يجيلكيش اي مرض. فازاي ما فيش خامات وازاي مش غالي؟ لا هو مش غالي، لو حضرتك حسبت التكلفه هتشفق عليا جدا والله.